l'Égypte, le Sénégal, le Maroc, Tunisie. L'équipe qui s'est pas qualifiée à la Coupe du Monde dernière, de la dernière CAN. Donc nous, on n'est pas favoris. بالفيديو تصريح خطير من المدرب الجزائري جمال بلماضي عن المنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة كأس أفريقيا القادمة بكوت ديفوار، ويعلن عن مفاجأة صاعقة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق معي بأن المنتخب المغربي سيفوز بكأس أفريقيا فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العرس الإفريقي الأكبر في القارة السمراء، بطولة كأس أفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة العديد من النجوم والمنتخبات الكبرى في منافسة قد تكون الأقوى في تاريخ القارة السمراء. ويعيش العديد من المنتخبات الإفريقية فترة من الازدهار الكروي، ويتطلع الجميع للفوز باللقب الأغلى، مثل المنتخب المغربي المنتشي بالمستوى الأخير في كأس العالم 2022 الذي ختمه في المركز الرابع. لكن ما خلق الجدل هذا اليوم وهو تصريح المدرب الجزائري جمال بلماضي الذي أدلى بتصريحات لقناة النهار الجزائرية، وقال هناك عدة منتخبات مرشحة للتتويج من البلد المنظم كوت ديفوار، المغرب، السنغال، مصر، في حين هناك منتخبات قادرة على صنع المفاجأة. أما نحن لسنا مرشحين للفوز بهذه البطولة، بما أننا لم نتأهل للمونديال الماضي ولم نقدم كأس إفريقيا في المستوى بالكاميرون والذي تم إقصاؤنا في الدور الأول. وأعتقد أن المنتخب المغربي هو أكثر المرشحين للفوز بهذه البطولة، فالكل شاهد ما قام به في كأس العالم الأخير بقطر، والذي تمكن من إقصاء أفضل المنتخبات في العالم والتي كانت مرشحة للفوز بكأس العالم كالبرتغال وإسبانيا وبلجيكا. أما نحن فلم نتأهل من الأساس لهذا المحفل العالمي. وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.